السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة. بلا ما نطول عليكم وندخلوا للأحداث ديال القصة مباشرة ونتعرفوا على البطلة ديالنا اليوم هي ريحانة الجابري، مصممة ديكور إيرانية تزادت في 1 يناير 1988 ميلادية. في عام 2007 وتحديدا لما كان العمر ديالها 19 سنة كانت كتدرس في كلية الهندسة، واستغلت الفترة ديال الدراسة ديالها فإنها تشتغل في المجال ديالها وتطور من نفسها. بطبيعة الحال ريحانة اشتغلت في واحد الشركة ديال الديكور أو ديال الهندسة كمصممة، وكانت مبدعة في المجال ديالها والكل كان كيشهد على التفاني والخدمة ديالها. واحد النهار دخل المكتب ديالها واحد ضابط كبير في الشرطة، ما غاديش نقول الرتبة ديالو ولا شنو كيشتغل وما غاديش نذكر سمية ديال الدولة، وطلب منها انها تشد ليه الشقة ديالو وتصممها، لانه الشقة ديالو كانت يلاه تبنات وباغي يدير فيها شي تعديلات، وقال لها انني انا سمعت انك انتي موهوبة في الخدمة ديالك وبغيتك تشدي لي هاد الشقة وديري لها التصميم المناسب. بطبيعة الحال ريحانة وافقت، لان بالنسبه لها هذه كانت فرصه ديال العمر وهاد الفرصه ما غاديش تجي مره اخرى. اتفقوا على النهار ووصلوا بجوج بهم للبنايه اللي فيها الشقه في الوقت المتفق عليه كأي مصممة ديكور. ومني دخلت ريحانة للشقه تكتشف ان الشقه مأتسته وماشي جديده قديمه، اكتشفت انه حتى شي حاجه من داكشي اللي قال لها ما صحيح. ريحانة كتبت نفسها وقالت انه عادي، لانه ممكن يكون باغي نغير شي حاجه من الداخل او نزيد شي تصميم من عندي. وهنا كانت المصيبه، لانه الحدس ديالها كان صحيح وكان صائب. اول ما دخلوا سد على باب الشقه وحاول انه يعتدي عليها بكل وحشيه. ريحانة ما وقفتش مكتوفه الايدي ولا تصدمت، دافعت على نفسها بشتى الوسائل. ومني الوسائل أو الطرق باءت بالفشل، آخر حاجة دارتها اللي كانت قدامها هزت واحد السكين وطعناته. من موراها ريحانة هربت وخلات الباب محلول وتوجهت للمنزل ديالها. بطبيعة الحال طعنة اللي عطاته خلاته يتوفى على الفور. من موراها بحكم الخدمة ديالو بحكم الرتبة ديالو الشرطة ديك الساعة وصلت للشقة ديالو ودهمتها وخدت التليفون ديالو، وكتكتشف ان اخر الاتصالات كانت مع مصممة ديكور ريحانة، والبصمات ديال السكين كانت تنطبق على ريحانة. فشنو داروا؟ توجهوا مباشرة لعند ريحانة ولقاو عليها القبض بتهمة القتل العمد. تخيلوا انهم قبضوا عليها وهي في عمر 19 عام بدون ما يعرفوا والديها ولا حتى شي حد بالوقائع اللي وقعوا داك النهار، والمدة ديال شهرين وهما حابسينها في سجن انفرادي. حتى شي حد ما كان عارف شنو كيوقع ريحانة ووالديها، كانوا غادي يتسطاو ويعرفوا شنو واقع لبنتهم، حتى شي حد ما عطيهم راس الخيط ولا عارفين فين مشات. وما خلاوهاش حتى انها تعين محامي يدافع عليها. اول ما حقوا معاها اعترفت ريحانة انها هي اللي طعناته طعنة واحدة فقط بهدف الدفاع على النفس، واكدت انه حاول انه يعتدي عليها. وفي مصادر اخرى كتقول ان وقت التحقيق قالت انه مستحيل يكون مات من الطعنة اللي طعنته، وكتقول انا متاكده اول ما هربت شي حد دخل من موراي الشقه وكمل عليه، لانني انا خليت الشقه محلوله. الشرطه بطبيعه الحال ما تيقوهاش وما كاينش شي دليل كيقول انه شي واحد دخل من موراها، وكل الاقوال ديالها قالوا لها انها كانت زائفه، وتهمه القتل العمد ثابته عليها. كل الادله كما قلت لكم كانت ضد ريحان، واي دليل كانوا كيجيبوه اللي كيكون مع ريحانه كان كيترفض بشكل عجيب، لانهم بطبيعه الحال كانوا باغيين يلصقوا لها كاع التهم ديال القتل
كيأكدوا على أنها هي اللي قتلاته، كانوا باغيين يسدوا هذاك الصفحة بأي طريقة. بطبيعة الحال الشرطة مني قلبات المكان ديال الحادث ما لقاو حتى شي حاجة مسروقة، ما لقاو حتى شي حاجة مهزوم بلاصتها، فقط اثار ديال التدافع والعنف اللي كان اللي كان واقع في الوسط اولا في الدخله ديال المنزل. تبتوا عليها التهمه ديال القتل العمد ظلم، سجنوها في اسوأ السجون، تعرضت داخل السجن لجميع انواع الضرب والاهانه، كل حاجه كتخطر على بالكم حصلت لها، لانه بطبيعه الحال شوهات السمعه ديال ضابط كبير في الشرطه ديالهم وتبلات عليه بالغصب بالتهمه ديال الاعتداء. القضيه ديال ريحانه ما وقفتش هنا، انتشرت في كاع العالم، كانت في 2007 من القضايا العالميه، لان كانت بالنسبه لهم هي فقط مظلومه دافعت على نفسها من متعدي ومتحرش. بزاف ديال الناس خرجوا من جميع انحاء العالم كيفندوا الاقوال ديالهم انه كيرفضوا الحكم ديال المحكمه، وكيقولوا على انه هذيك القضيه ديال الدفاع عن النفس، وانه هذيك الانسانه خصها تفرج عليها. الحكومات من دول اخرى حتى هما تدخلوا في القضيه، وطبيعه الحال الناس كلها تفاجات بالسرعه ديال الانتشار ديال القضيه ديال ريحانه في كاع بقاع العالم. الناس كلها ولات كتعرف القضيه ديال ريحانه وكتعرف كيتعاطفوا معها. المهم من بعد كاع هذيك الضجه العالميه وحتى 200,000 شخص من ذوي المناصب دول مختلفه اقروا على خطاب ديال العفو عليها بحكم موضوع الدفاع عن النفس، ولكن الحكومه ديال البلاد ديالها كان عندها راي اخر، رغم التدخلات رغم المحاولات، كل شيء اللي كان كيضغط عليهم، يعني كاع التدخلات الخارجيه وكاع الناس اللي كانوا كيضغطوا، ولكن بقاو ثابتين على الموقف ديالهم. حولوها المحكمه الجنائيه وتم الحكم عليها بالاعدام شنقا، والمحكمه في ديك الدوله ايدات الحكم وانهم مع التنفيذ ديالو. حتى العائله ديال جاني، اللي بالنسبه لي انا كنقول جاني لانه خاومات، هو جاني لانه هو اللي قلب عليها، طلبات بتنفيذ الحكم على ريحانه. ريحانه كانت الشخصيه ديالها قويه رغم انها كانت باقا صغيره في العمر، ولكن انها هي كانت صاحبه المقوله الشهيره او الحوار الشهير اللي كان دار بينها وبين القاضي، وكان دار ضجه كبيره في ذاك الوقت. الان انا مازال متذكراه، فانه القاضي سولها وقال لها علاش قتلتيه، فقالت لهم انا قتلته دفاعا على الشرف ديالي. قال لها القاضي هذا ماشي سبب او مبرر يخليك تقتليه. قالت ليه لانك بلا شرف. تخيلوا معايا واحد الشابه اللي بقى صغيره في العمر، الشخصيه ديالها القويه ما خافت حتى شي حاجه، كملت على الموقف ديالها، اصرت على انها تبين الحقيقه وبقات صامده على الموقف ديالها، وخدروا معاه ضربوها وخدروا لها كاع اللي كتخيلوا اللي ما كتخيلوش، بقات ثابته على الموقف ديالها. قضيتها كانت من اغرب القضايا اللي حصلت في يعني ماشي في ديك الدوله ولكن في كاع العالم بالاجماع، رغم انه رفضوا الادله ورفضوا كاع الاشياء اللي كانوا مع ريحانه، لان الناس كامله حسات من الكلام ديالها وحسات من الشخصيه ديالها انها كتقول الصراحه، والناس كاملين كانوا معها. وفعلا في هذيك الشقه ديال داك الضابط لقاو انه مجهز مشروبات وفيهم يعني بعد التفحص العيان لقاو فيهم مواد منومه ومخدره، وكانت باينه النيه ديالو انه مخطط انه يغتصبها او ينومها ويغتصبها، وعلم الله شنو كان غادي يدير لها من بعد، وعلم الله شحال من وحده مسكينه وقع لها نفس اللي كان غيوقع على ريحانه، وشحال من وحده ساكته وشحال من وحده تقتلات. المهم انسجنت ريحانه من عام 2007 حتى 2014 وهي في أسوأ السجون في ديك الدوله، وتعرضت هنا لأبشع الامور اللي يمكن لكم تخيلوها. في عام 2014 25 اكتوبر تم الاعدام ديالها
شنقا وهي العمر ديالها فقط 26 سنة. عاشت أسوأ اللحظات والأيام ديال حياتها هي في عمر 19 من 19 إلى 26 سنة. أكثر حاجة كانت كيضيق ليها الصدر هي الوصية والكلام اللي كتبته الأم ديالها قبل ما يعدموها، وحرصت أنها توصل لها ووصلاتها. وغادي نقرأ عليكم المضمون ديال الرسالة ولا نقرأ عليكم كامل. علمت اليوم أنه قد جاء دوري لمواجهة القصر. أنا متألمة أنك لم تعلميني بنفسك أنني قد وصلت إلى الصفحة الأخيرة من كتاب حياتي. تعرفين كم أنا خجولة الآن من حسنك. لماذا لم تعطيني فرصة لتقبيل يدك ويد أبي؟ كانت تلك الليلة المشؤومة هي الليلة التي كان يجب أن أقتل فيها. كان سيتم إلقاء جسدي في ركن من أركان المدينة، وهناك كنت تعلمين أيضا أنني تعرضت للاغتصاب أو القتل. لم يكن ليتم العثور عليه لأننا لا نمتلك ثرواتهم وقوتهم، ومن ثم كنت سوف تقضين حياتك في معاناة وعار، وبعد سنوات قليلة كنت سوف تتوفين نتيجة هذه المعاناة، وكان كل شيء سينتهي رغم ذلك. مع تلك الضربة اللعينة تغيرت القصة. جسدي لم يلقى جانبا لكن في قبر السجن وعنابر انفرادية. ولكن تعرفين جيدا أن الموت ليست نهاية الحياة. لقد علمتني أنه مع كل ولادة توضع مسؤولية على كتف الشخص. أنت علمتني أنه عندما أذهب إلى المدرسة ينبغي أن أكون سيدة في وجه النزاعات والشكاوي. كم هو متفائل من كان ينتظر العدالة من القضاء. لم يشكك حتى في حقيقة أن يدي ليست خشنة مثل يد الملاكم. وهذا البلد الذي أنت من زرعت حبه في داخلي لم يكن يريدني أبدا، ولا أحد دعمني عندما كنت تحت ضربات المحقق أبكي وأسمع أكثر المصطلحات إهانة. وعندما نزعت عن نفسي علامات الجمال الأخيرة وحلقت شعري وكوفئت في حبس انفرادي. أمي العزيزة، كلماتي لا تنتهي، أعطيتها كلها لشخص ما حتى عندما من دون وجود معرفتك. لقد تركت لي الكثير من المواد المكتوبة بخط اليد كتراث لي، ومع ذلك أريد شيئا منك قبل موتي. توسلي بحيث يتم ترتيب أنه بمجرد أن يتم أخذ قلبي والكلى والعيون والعظام وكل شيء يمكنه زرعه بعيدا عن جسدي ويعطى لشخص يحتاج إليه كهدية. لا أريد أن يعرف المتلقي اسمي، أن يشتري لي باقة ورد أو حتى يقوم بالدعاء لي. أنا لا أريدك أن تقومي بارتداء ملابس سوداء علي وابذلي قصارى جهدك لنسيان أيامي الصعبة، وامنحيني للريح لتأخذني بعيدا عن عالم لم يحبني أبدا. والآن أنا أستسلم لذلك وأحتضن الموت، لأنه في محكمة الله سوف أقوم باتهام المفتشين، وسوف أتهم القاضي وقضاة المحكمة العليا في بلاد الذين ضربوني عندما كنت مستيقظة. لم يمتنعوا عن مضايقتي. في عالم الآخر إنه أنا وأنت من سيوجه التهم، وغيرنا هم المتهمين. دعينا نرى ما يريد الله. أنا أحبك، ريحان الجابري. كانت هذه النهاية ديال ريحان الجابري، الرسالة ديال ريحان الجابري. صراحة الرسالة كانت صعيب يتقبلها العقل، يعني القلب ماشي العقل، لأنه إلا تعمقتوا في الكلمات غادي تفهموا بزاف ديال الحاجات. وخا كانت شوية طويلة ولكن كانوا فيها بزاف ديال أحاسيس ديال الشخص اللي كيواجه بقات ليه يعني واحد المدة صغيرة وغادي يواجه الموت. ميمكنش لك تتخيل المشاعر والأحاسيس اللي كتوصلها الأم ديالها. صراحة صعيب والله. الله يرحمها الله يعطيها ما يعني هادشي كامل اللي ان شاء الله غادي يتحقق كيف ما قالت هي
غادي يتحقق عند القاضي الحقيقي اللي هو الله سبحانه وتعالى. صراحة تأثرت بالرسالة أكثر ما تأثرت بالقصة. المهم، إذا عجبتكم القصة اخليوا لي الآراء ديالكم في الكومنتير، ونشوفكم في قصة جديدة وفي أحداث أخرى. إلى اللقاء ومع السلامة.